بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وإن شاء الله فيديو جديد. لو انت لسه جديدة عندي في القناة ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة ودوسي على زر الجرس واعملي الكل عشان يوصلك كل جديد بنزله. النهاردة إن شاء الله هنعمل غدا مع بعض. بقالي فترة كبيرة، يعني بقالي كده في حدود 15 يوم بالظبط ما عملتش أي أكل ولا دخلت المطبخ. فابني امبارح واحنا قاعدين كده بالليل بيقول لي يا ماما نفسي آكل رز وملوخية، ودي كانت أكلته المفضلة. فكان لازم أتحدى أي حاجة أنا فيها، وكان لازم إن أنا أقوم وأعمل الأكل. وطبعًا يعني التصوير أو اليوتيوب بالنسبة لي دي حاجة أنا باحبها، ففعلًا كانت هتخرّجني من اللي أنا فيه، فقُمت النهارده كده اتحديت كل حاجة، وبدأت إن أنا أرجع لشغلي ولنفسي تاني. كان لازم إن أنا أرجع لشغلي أو أرجع للحاجة اللي أنا باحبها، اللي هتوقّفني على رجلي أو هتخلّيني إلى حدٍ ما أنشغل فيها. أول حاجة كده هنعمل النهارده إن شاء الله أكلة حلوة جدًا، أساسها الملوخية والرز بالشعرية. فجِبت فراخ كده عشان أنا وولادي بس اللي في البيت، فجِبت كده وركين أو نُص فرخة هاعملهم النهارده. هاعملها بطريقة حلوة جدًا هتخلّي الشوربة بتاعتِك كويسة وطعمها حلو، وكمان هتقدري إن أنتِ تطبخي بيها من ريحة الشوربة إن هي فعلًا بتطلع الشوربة حلوة جدًا. بشرت بصلاية زي ما أنتم شايفين، وهابدأ دلوقتي أنزل عليها بشوية من الملح، شوية من الفلفل الأسود، وشوية من التوابل المشكّلة. هابدأ إن أنا أدعك بقى الملح بالفلفل الأسود. أنا باحب أعمل الفراخ بالطريقة دي جدًا، يعني حتى لو فرخة كاملة، فراخ بلدي. معظم فيديوهاتي لو رجعتوا ليها هتلاقوا إن أنا باحب أعمل الفراخ بالطريقة دي. باحب كمان أسلق معاه في الشوربة، أحط معاها ورق لوري وحبهان. باحس إن هو بيفرق معايا كده جدًا في طعم الشوربة. ده أساس عندي في سلق الفراخ، اللي هي الفراخ البلدي، فرخة بيضة كاملة كده. باحب أعمل لها التتبيلة دي. باحطها كده بين الجلد، وباحطها كده في قلب الفرخة من جوّه لو الفرخة كاملة. بس زي ما أنا قُلت لكم أنا بس وولادي صغيرين، فالفرخة هتبقى كبيرة علينا. فأنا عملت نُص فرخة، قُلت حتى لو أنا عوزت أعمل أكل طازة تاني، فالأكل ما بيكونش بايت. أنا من الناس اللي ما باعرفش آكل الفراخ وهي عندي تاني يوم. أساسي بقى الفيديو النهارده معايا اللي هيخلّي الأكل له نَفَس وله ريحة وله طعم، السمنة البلدي. أنا بصراحة ما باقدرش أستغنى عنها في الأكل، رغم إن حتى لو هي غالية، بس أنا باحب دايمًا أجيبها، بتفرق جدًا. واللي هيفرق معاكِ كمان في الشوربة اللي إحنا هنعملها مع بعض النهارده مع التتبيلة اللي إحنا تبّلنا بيها الوراك أو الفراخ دي، هي معلقة من السمنة البلدي. باحط كده معلقة من السمنة البلدي في قلب الحلة، وبانزل بالوراك بتاعي في قلب التتبيلة، وهانزل بطماطماية وبصلاية، وزي ما أنا قُلت لكم هانزل بورق لوري وحبهان. فعلًا ريحة الشوربة يا بنات بتبقى حلوة جدًا. والسمنة البلدي كلنا كده عارفين إن هي فعلًا ريحتها بتبقى حلوة جدًا، وليها طعم تاني وليها سحر كده في الأكل. بتفرق معاكِ جدًا. أنا عن نفسي أكلي لو ما دخلوش سمنة بلدي أحس إن أنا الأكل ناقصه حاجة أو في حاجة مش مضبوطة، بالذات في أكلات معينة لازم فيها السمنة البلدي. فأنا عشان أطلّع الشوربة معايا حلوة لمّا باتبّل الفراخ بالطريقة دي، هي معلقة السمنة البلدي وهي تشويحة الفراخ. تشويحة الفراخ ده هتفرق معاكِ جدًا في طعم الشوربة، أحسن ما تحطّي الفراخ كده في مَيّة وتتسلق على طول. لمّا الفراخ تتشوّح بقى كده معايا، أنا غطّيت عليها وسِبتها مع نفسها تتشوّح. لمّا تتشوّح أكون أنا بقى قطّعت البصلاية عشان نعمل إيه، بطاطس مكعبات كده بالصلصة. وبرضه السر اللي هيخلّي البطاطس المكعبات حلوة معاكِ، هيكون السمنة البلدي. هي طبعًا بطاطس مكعبات دي لازم تتعمل جنب لحمة، يعني من الأكلات المفضلة جنب اللحمة، بس أنا باحب أعملها جنب الفراخ عادي وباضيف لها سمنة بلدي. حطيت كده معلقة من السمنة البلدي ومعلقة من السمنة العادية، نزلت كده بالبصلاية اللي أنا قطعتها معاكم. هانزل بشوية فلفل أسود وشوية ملح، وطبعًا أنا كنت داقة توم للبطاطس وداقة توم للملوخية، يعني دقيتهم الاتنين مع بعض عشان أنجز في الوقت وأقدر إن أنا أخلّص على طول. نزلت كده في حدود فص من التوم. أول ما ريحة التوم تطلع مع البصل، هاقوم نازلة بالطماطم بتاعتي، وكمان هانزل بمكعب مرقة، هانزل بمعلقة معجون طماطم عشان يتقل معايا الصلصة أو يحمّر لونها. بعد كده يا بنات، بعد كده بقى هاسيبها تتسبك مع نفسها وهاغطّي عليها وهنشوف الشوربة بتاعتنا دلوقتي شكلها عامل إزاي. لمّا تغلي طبعًا بتبقى رايقة وجميلة جدًا. هابدأ دلوقتي بقى إن أنا أقطّع البطاطس بتاعة المكعبات على بال ما الصلصة تتسبك، عشان إن أنا أخلّص الأكل كلّه بتاعي مرّة واحدة، ما يبقاش عندي إن أنا إيه، أقف في المطبخ تاني. فبعد لمّا أقطّع البطاطس زي ما أنتم شايفين، برضه هاعمل طبق السلطة بتاعي وهاجهّز كل الحاجة. هيبقى بس على الرز وعلى طشة الملوخية، علشان يبقى أنا كده خلّصت يومي وعملت برضه الأكل اللي ابني طلبه منه،
طلبوا مني وحاولت إن أنا أرضيه بأقل الإمكانيات أو على قد الإمكانيات. خلّصنا كده تقشير البطاطس غسلتها وحطيت عليها مَيّة، وزي ما أنا قُلت لكم هابدأ إن أنا برضه أعمل إيه يا بنات، أعمل طبق السلطة، يعني طبق سلطة كده جنب الأكل. برضه حاجة بسيطة، كان عندي خيار وكان عندي جزر، كان عندي فلفل وكان عندي طماطم، فقُلت نعمل كده طبق سلطة سهل وبسيط. وزي ما أنا قُلت لكم حطيت كمان الملوخية بتاعتي في الحلة، بس هاستنى لمّا الشوربة تغلي معايا غلوتين 3 عشان تنزّل السُمنة بتاعتها في قلب الشوربة عشان الملوخية بتاعتي تبقى كويسة. هاركن بقى الحاجات دي كلّها وهنرجع بس تاني نعمل شوية الرز بالشعرية، وأنا باحب أحط على السلطة ليمون وملح. كده كل حاجتنا خلاص جهزت أو غدانا خلاص جِهِز بطريقة سهلة وبسيطة ما فيش فيها أي حاجة. ده كان يومنا النهارده وده كان غدانا النهارده، حاجة كده سهلة وبسيطة. خلّصنا كل حاجة. البطاطس أهي على النار، هدّيت عليها النار خالص، والرز كمان بتاعي اتشرّب وهدّي عليه النار خالص، والملوخية أهي هنعمل طشّتها دلوقتي. أنا من الناس اللي باحب أحمّر التومة بتاعة الملوخية شوية، بتبقى كويسة، بتخلّي في طعم كده للملوخية. وهانزل كمان يا بنات بشوية من الكزبرة، ويالّا بينا بقى على طشة الملوخية، بألف هنا. ده كان روتيني النهارده، وده كان غدايا النهارده في المطبخ، بعد غياب طال 15 يوم فعلًا إن أنا ما طبختش ولا عملت أي أكل. ده كان يومنا النهارده، وده كان غدانا النهارده. يعني ارضي بيتِك وارضي ولادِك على قد إمكانياتِك، مش عيب يعني إن إحنا نعمل حاجة سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت سريعة، بس نرضي الأطراف اللي موجودين في البيت. أتمنى لو أنتِ معايا لحد دلوقتي ما تنسيش تدعي لي دعوة حلوة، وربنا يفك الكرب اللي أنا فيه. يالّا مع السلامة.